السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة جبت لهم كيس ستريبس وعملت لهم سلطة ورز وعملت لهم بطاطس محمرة. اكلة حلوة كده، ايه، خفيفة. ما الواحد محتار هيعمل اكل ايه، وشوية رز مفلفلين عشان السلطة. انا عيالي بتحب تاكل البطاطس والرز المقلية مع بعض، فانا عملت لهم رز بالشعرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حمرت شوية الشعرية وحطيت بطاطس تتحمر على النار. نزلت هنا بالرز بتاعي، اعمل لهم شوية رز مفلفلين، بتبقى حلوة بدل العيش، يعني الرز بدل العيش. احط بقى شوية ملح، طبعا ما بتحطلوش حاجة الا الملح. هنا بقى ايه، مسكت الخيار بتاعي قطعته بقى، قلت اعمل لهم شوية السلطة بقى كده. في احلى من التقطيع على الايد؟ انا ما بعرفش بصراحة اقطع على قولة رخامة ولا اقطع على اي حاجة، احب اقطع كده على الحاجة بايدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يلا ما تنسوش يا حبايبي اللايكات بتاعتكم الجميله دي. هنا قرن فلفل حامي. قلت يفتح النفس، ما الواحد بقى ايه، الحر مخليكي مهفتانه كده وهبطانه ومفيش اكل بيشجعك يعني. مسكت هنا بقى قطعت الطماطم بتاعتي وبصلايه، بتدي طعم للسلطه حلوه قوي، بس انا ما كانش عندي خضره بصراحه. ممكن تحط لها عود جرجير او عود بقدونس، اليومين دول الخضره شحه قوي ومفيش. وليمونه بقى حلوه كده من اللي قلبكم يحبها، بحصرها على السلطه. ما كانش عندي برضو خل، وانا مش من غوات الخل، ما بحبش الخل قوي. هنا شويه ملح وشويه كمون، انا اسفه. واقلبهم بقى كويس واحط الاكل بقى. اكله حلوه بجد وتشجعك. يلا ما تنسوش اهو الاستريبس اللي انا كنت، ابني كان جايب كيس وقلت هعمل ايه، ورحت قايمه عاملاه لهم. حمرت لهم صينيه حله الرز، انا اسفه.